يا مساء الفل ورد والياسمين على احلى متابعين. عاملين ايه؟ هبدأ الفيديو بتاعي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده باذن الله هنعمل اكلة سمك كده، هي بسيطة بس حلوة. ده سمك فيليه وقار، كنت جبته في المشتريات بتاعة الشهر بس سبته لاخر الشهر بقى عشان اعمله. هما كده الطبقين مع بعض زي كيس كده مع بعضه كعرض. وهبتدي ان انا احطه في البولة دي. كان نص مجمد، انا مطلعاه من بالليل بس ما كانش فك. حطيته في البولة دي وهحط عليه شوية عصير ليمون، وهحط عليه شوية ملح يفك، وفي نفس الوقت ينزل منه اي زفارة موجودة فيه. بس هو الصراحة زي الفل، بس برضو ايه زيادة توكيد يعني. البرطمان الحلو ده اللي انا كنت جايباه في المشتريات بتاع الفيديو اللي فات تحفة. بص حطيته للملح جميل قوي، شكله حلو عندي في المطبخ الصراحة، ما شاء الله جميل. هبتدي ان انا بقى عقبال ما يتنقع شوية اعمل شوية بصل كده مفروم عشان نعمل الرز اللي هو الصيادية، الرز بتاع السمك. فانا حطيت بصلتين وسط لان هما نص كيلو رز بس. والرز اللي انا بستخدمه هو رز التقوى، انا كان عندي نص كيس. بصوا بشبك الكيس كده بمشابك بلاستيك فعشان ما يتقعش او اي حاجه. لو انت بقى عامله كيس مكرونه خدتي منه وبقي حاجه تعمليه كده بمشابك بلاستيك، فكره حلوه قوي يعني. حطيت بقى كميه زيت كده محترمه ونزلت بالبصل يكون مفروم ناعم، يعني اللي ما بيحبش البصل عشان ما يبانش قوي في الرز. ونزلت على البصل كده بشويه ملح وفلفل. انا بقى عايزه البصل ده يوصل للون البني الغامق، يعني هياخد معايا وقت شويه، فانا هسيبه لان ده بصل ابيض مش هيغمق بسهوله زي الاحمر. السمك عندي كده يعتبر اتغسل. طلعت البورد بقى الازرق ده بتاع السمك، وهنبتدي ان احنا نقطعه قطع كده على قدنا، يعني كأنها صوابع، يعني كأنها صوابع سمك. يعني مثلا القطعة دي كبيرة جدا، بصوا عاملة ازاي، وهي ما شاء الله كمان تخينة عريضة كده. فايه قطعتها على 3. شايفين القطعة العريضة دي؟ انا خفت ان هي ما تستويش معايا في الزيت كويس، لان انا هعمله في الزيت. لو في صينية هتلاقيه استوى بسهولة. فرحت قسمها كده على 2 كده بالسكينة. بس لغايه ما اوصل لعدد القطع اللي انا عايزاها، بحيث احنا فردين. انا عايزه الاكله دي تكفيني يومين الصراحه، مش كل يوم هقف اطبخ بقى. حطيتهم كده في بوله بعد ما اتغسلوا واتقطعوا، وهبتدي ان انا اعمل لهم التتبيله بتاعه السمك. احط الاول حبه كزبره، حطي بقى كزبره على قد الكميه اللي عندك، بس دي التتبيله دي اساسي عندي في كل السمك. حطيت بابريكا بتدي لون حلو، لو عندك شطه حطي، ما عنديش شطه للاسف. والكمون، هو الكمون والكزبره اساسي انا بحطهم، والليمون والثوم دول اساسي عندي في السمك. وحطيت شويه فلفل اسود كمان. وكمان هبتدي انزل بالملح، يعني حسب الرغبه بقى اللي انت عايزاه. بس وهعصر كمان ليمون اساسي عندي. الليمون القضاليا ده يا جماعه مش عارفه البذر بتاعه هيجنني الصراحه، فدايما بروح حاطه تحته مصفى كده، لان هو مليان بذر غير الليمون البلدي خالص. واخر حاجه بقى احطها هي الخل والثوم. يعني حطيت شويه خل كده، وممكن تكتفي بخل بس او ليمون بس، انا حطيت الاتنين. وكمان هحط حته توم كده محترمه، لان اساسي اصلا في تتبيله السمك التوم. وعلى فكره نفس التتبيله دي اللي انا بعملها في البتنجان المخلل، نفسها هي بتبقى تحفه. تقليبه كده، وانا هسيبها في التتبيله دي ورايحه مشوار. والافضل ان هتعملي بقى اكله حلوه زي كده من بالليل بقى، نقعي السمك في التتبيله دي او فراخ او لحمه او ايا كان، يديكي كده طعم حلو يعني. البصل زي ما انتم شايفين وصل للدرجه اللي انا عايزاها. هبتدي انزل فوقيها بشويه ميه. لازم تنزلي بميه عشان الميه هتاخد اللون بتاع البصل، وبعد كده الميه اللون بتاع البصل ده هينزل بقى في الرز اللي احنا هنحطه عليه. نفس التوابل اللي حطيتها على السمك بالظبط هي اللي انا هحطها هنا. حطيت بابريكا، بس هزود حاجه واحده بس اقول لكم انا زودت ايه. وهحط ادي دي الكزبره، وكمان الكمون. اللي ما بيحبش كمون زي اختي كده يشيل الكمون، بس الكمون اساسي في السمك يا جماعه، يعني انا بحبه الصراحه. الكمون بيهدي المعده كده. وشويه فلفل اسود كده بسيط. وفي الاخر طبعا الملح بتاعك حسب الرغبه.
واخر حاجه بحب احطها هي القرفه. القرفه في الرز بتاع السمك بالبصل بتبقى فظيعه، وبتبقى حلوه على الرز البسمتي في الكبسه برضو. فالقرفه دي ممتازه، بما انها بقى قرفه مطحونه فطعمها قوي غير الخشب، فحطيت بسيط قوي عشان برضو ايه الطعم ما يضايقش اي حد وهو بياكله. هسيب الغطا كده عليه اول ما الميه تغلي. شايفين لون الميه عامله ازاي؟ هي اللي هو ده بقى اللون اللي انا عايزاه. ما تغمقوش البصل اكتر من كده عشان هيطلع غامق قوي. هنزل بقى بنص كيلو من الرز المغسول. طبعا انت ممكن تضعفي الكميه بقى، اعملي على حسب عدد افراد الاسره اللي عندك. وهديله كده تقليبه واغطيه. وتسويه الرز العادي اول ما يتشرب يتحط تحته شياطه. السمك اهو رجعت من بره، والسمك اتنقع في التتبيله بتاعته. هنعمل له بقى الطبقه اللي احنا هنقلي بيها. حطيت شويه دقيق وشويه رده. اساس الرده عندي في السمك موجوده دايما عندي في البيت، وعشان يدي قرمشه كده حلوه حطيت حبه نشا. يبقى نشا ودقيق ورده، ما تحطيش رده لوحدها هتنزل في الزيت وهتتحرق. هي رده حلوه في الشوي، يعني لو رده لوحدها يبقى الشوي. وحطيت عليهم شويه ملح وفلفل. بس هي دي بقى يعني الغلاف الخارجي اللي احنا هنعمل بيه السمك بتاعنا عشان نقليه. ممكن تعمليه طبعا في الاير فراير، ممكن تعمليه في الفرن، ممكن اصلا بلاش الخلطه دي خالص ويتعمل صينيه براحتكم خالص. هطلعه من التتبيله وهنزل بيه على الخلطه الحلوه دي. ولو بقي منها على فكره بتحطيها في كيس وتشيليها للمره الجايه، مفيش مشكله. في الزيت بقى، الزيت نظيف. وطبعا الزيت بعد السمك احنا مش هنقلي فيه حاجه تاني، خلاص هو كده باظ خلاص. بصوا احمر من ناحيه، هنقلبه الناحيه التانية عشان ابقى متاكده ان هو استوى من جوه. بس هو ما بياخدش وقت، يعني هو ما بياخدش وقت زي البانيه كده. بس وهطلعه على مناديل عشان ينزل اي زيت زياده فيه. شايفين لونه تحفه ومقرمش من بره، فظيع الصراحه. هعمل بقى الطحينه. حطيت شويه طحينه وهنزل بشويه ميه عليها. الميه دي فتره على فكره، لا سخنه ولا بارده، هي كانت في الكاتل كده، ممكن ميه من الحنفيه عادي، بس انا حطيتها فتره. وهنزل بشويه خل. احب قوي الخل على الطحينه، بيديلها مزازه كده حلوه. طبعا مع التوم. التوابل اللي انا هحطها نفس توابل السمك على فكره عشان يبقى كله زي بعضه. ملح، شويه فلفل بسيط، بابريكا وكمون وكزبره بسيط خالص، لان انا عامله كميه طحينه قليله. في ناس بتكتر الطحينه بتروح بللها عيش، مفيش مشكله، اعمل اللي انت عايزاه. ممكن في ناس بتحط عليها دقيق عشان تكتر الكميه، اعملوا اللي انت عايزينه. حطيت الملح برضو حسب الرغبه. وهزود بقى، هي ما شاء الله حلوه عماله تتقل معايا، فعماله بزود في ميه. وحطيت بصوا همسك كده توم، ما حطيتش توم كتير. شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه. انا دقتها كده عشان اشوف الملح وعشان كمان اشوف لو محتاجه خل، بس طلعت تمام. حطيت اهو الاكل زي ما انتم شايفين. الرز بقى تحفه، اللون البني الجميل. انا جعت والله وانا بسجل الفيديو كده جعت. وادي السمك بتاعي شكله تحفه، ومن بره مقرمش ومن جوه طري يعني، ومدي لون ذهبي كده حلو. جربوا الخلطه بتاعه السمك دي هتعجبكم قوي، وتنفع للسمك العادي برضو، بس احنا بالنسبه للسمك الفيليه. وطبعا الطحينه برضو اهي. لما بتهدى بقى الطحينه من بعد ما بتضربها بتهدى، بصوا بتتقل. يعني انا مخففاها تقلت جامد ما شاء الله، بتتقل وبتبقى خطيره. وكمان لقيت عندي بتنجان مخلل في التلاجة، انقذني بقى في اليوم ده الصراحه. برضه حطيته جنب الاكل، ما يضرش برضه، بيبقى حلو قوي مع السمك. خلص اليوم بتاعي بقى على كده. وبعدين انا بقى من متابعين MBC2، فكان في فيلم رعب، فقلت لازم اعمل لي بقى ايه فشار بالكراميل. حطيت شويه زيت ونزلت بالفشار حبه على قدي عشان انا اللي كنت بفرج لوحدي. تقليبه كده لغايه بقى ما الفشار يبدا يفرقع معانا. مش عارفه ليه انا حظي وحش في الفشار، بلاقيه يعني جزء منه فرقع وجزء لا، بس ما علينا يعني. هبتدي ان انا اغطيه، واول ما يبتدي يعمل بقى صوت الفرقعه بتاعته دي، هبتدي ان انا احطه في بوله خارجيه. عشان في نفس الحله اللي احنا عملنا فيها الفشار هنبتدي ننزل بشويه سكر عشان نكرمله. ودول قليلين على فكره، انا اضطريت ان انا احط شويه سكر تاني. هو كان نفسي فيه، لكن الافضل والله انا اكتشفت ان هو الاحسن ان هو شويه ملح كده خلاص. الكراميل طبعا اول ما تكرمل وادى اللون ده، حطيت عليه شويه كربوناته او بيكنج باودر
شايفين بقى التفاعل عامل ازاي؟ بيبدأ الكربوناتو تتفاعل مع الحرارة، وهطفي لانها بيتحرق بسرعة جدا، وهبتدي ان انا اقلبه على الكراميل بتاعي. وعشان الواحد نفسه ما تجزعش هبتدي ان انا ارش عليه شوية ملح بس، تقليبتين كده، واحطه في بولة اهو. بس كان حلو الصراحة. بص انا مش ملياه كله كراميل يعني، عشان برضو ده كل ده سعرات، بس مش بنعمل الحركة دي اللي كل فين وفين لما بيبقى نفسي فيه. وده الفيلم اللي انا اتفرجت عليه بقى، اسمه انسيديوس شابتر 3. حلو قوي، تابعوه هيعجبكم جدا. جه على MBC 2. ان شاء الله بقى اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش اهم حاجة تدعموني باللايك. سلام.